الوهاب. فحضرتك برضو اذاعه اسكندريه، حافظ عبد الوهاب لما كان مدير الاذاعه كان بيتعاون مع مين؟ الشاعر الكبير احمد السمره، الشاعر الاغنيه الاول، ومع الكمشوشي بقى محمود الكمشوشي. وانا لسه اخرجت كتاب عن محمود الكمشوشي. محمود الكمشوشي هو اللي الف تمثيليه حميدو. يعني حضرتك تفتكري اكيد تمثيليات الاذاعه قديما كانت تيجي حميدو دي يومي، يعني برنامج يومي يقدم عادات وتقاليد سكندريه يالفها محمود الكمشوشي. ولذلك سموا الولد السواحلي اللي يقدر يدي خفه الدم والعادات والتقاليد بحميدو اسكندريه، اللي اخترعها كان محمود الكمشوشي. مين محمود الكمشوشي؟ ده زجال سكندري اتولد في كوم الدكه سنة 1915 وتوفاه الله في ريعان الشباب 56 سنة ما كملهمش، يعني سنة 71. وأطلق اسمه في عهد المحافظ ممدوح سالم على شارع من شوارع سيوف. وكان الرئيس محمد أنور السادات كان وقتها، لدرجة انه لما مات حصل صدمة للوسط الفني والإذاعي، انه كان لسه 55 سنة ونص ومات موت الفجأة، لم يكن مريضا ومات موت الفجأة، لكن كان سايب تراث للقاهرة واسكندرية. يعني كان واحد من مؤسسين المونولوجيست القاهرة مع شكوكو. عمل لشكوكو مثلا ايه، جرحوني وقفلوا الاغزخانات لا قالوا لي ازيك ولا سلامات. أيوة. فدي اتعادت غنائها كتير. أيوة. يعني حسن الاسمر غناها وحسام حسني غناها لكن المغني الاساسي كان محمود شكوكو، وهو اللي ملحنها، كان اللي مؤلفها محمود كمشوشي واللي مغنيها شكوكو. ايضا الف لاسماعيل ياسين سكر مونولوجات، لدرجه ان كان اسماعيل ياسين مع طاهر ابو زيد في سهره اذاعيه بيقول له ايه الجديد عند حضرتك يا استاذ اسماعيل؟ ده طاهر ابو زيد قال له انا خلصت شغل جديد لزجال الاسكندريه الكمشوشي. يعني اسماعيل ياسين بيفتخر بانه طبعا. لان كان اللي يغني من مونولوجات او اغاني الشعبيه الساخره للكمشوشي كان يقول انا عندي اغنيه كذا يتعرف بيها. وعمل لعباس البليدي، كان يعني الفتره بتاعت الاربعينات والخمسينات كانت فتره توهج لزجال الاسكندريه الكبير في عهد ايضا بدايه الاذاعه في اسكندريه 54 26 يوليو